رفعت اسم مصر في كل العالم، بقت أول ست مصرية تدخل وكالة ناسا. أثبتت إن الست المصرية تعرف تعمل كل حاجة، ورغم إنها ست بيت وعندها أولاد إلا إنها ما تخلتش عن حلم عمرها. ورغم كلام الناس ما سمعتش لأي حد، اتعلمت إنجليزي وخدت الدكتوراه لحد ما وصلت وبقت أول مصرية تطلع الفضاء، وبسببها الأجانب اتعرفوا على الثقافة المصرية. فيا ترى مين هي تهاني عامر، وليه ناسا رفضوها 3 مرات؟ وهل فعلا ده بسبب إنها مسلمة؟ تعالوا نعرف الحكاية. تهاني عامر أول بنت مصرية تشتغل في وكالة فضاء، ودي مش وكالة، دي واحدة من أكبر وكالات الفضاء في العالم، وكالة ناسا. حكاية تهاني بدأت في مصر وتحديداً في منطقة حدائق القبة، رغم إنها كانت بتتعلم في واحدة من المدارس هناك، إلا إن جواها كان في حلم كبير، حلم إنها تكون مختلفة وتوصل لأبعد أماكن. بعد ما خلصت الثانوية من مدرسة السلام الثانوية بنات، بدأت أول ملامح مشوارها. سافرت أمريكا علشان تكمل تعليمها. في البداية الدنيا ما كانتش سهلة عليها خالص، وخصوصا اللغة، ولكن ما استسلمتش، بالعكس كانت بتذاكر أكتر وبتتعلم كل يوم جديد. درست في جامعة هناك، وهناك خدت الماجستير والدكتوراه. تهاني دايما كان عندها طموح مش بس تدرس لكن كمان تشتغل في ناسا، وفعلا أثناء دراستها كانت بتشارك في مشاريع مع ناسا، وده تحديدا كانت البداية الحقيقية لرحلتها. بس يا ترى ليه اترفضت من ناسا 10 مرات، وإيه السبب؟ وهل فعلا إسلامها كان السبب؟ الحقيقة لا. تهاني قالت في تصريح ليها مع موقع الوطن إنها قدمت على ناسا كتير ورفضوها 10 مرات علشان ما كانش عندها الدكتوراه، لأن أغلب اللي بيشتغلوا في ناسا باحثين ومحتاجين شهادات عالية، لكنها ما استسلمتش وربنا فتح لها الباب وبدأت تشتغل معاهم وخدت دعمهم علشان تكمل دراستها. المشوار ما كانش سهل خالص، فتهاني كانت متجوزة وعندها عيلة وأولاد ومسؤوليات كتير جنب الدراسة والشغل، بس زوجها والدتها وحماتها كانوا دايما واقفين جنبها وبيساعدوها. قالت إن كل اللي وصلت ليه مش بمجهودها لوحدها، ربنا كرمها بأصحاب وأهل دعموها وشجعوها. أول وظيفة ليها كانت في ناسا، كانت مع فريق بيشتغل على الطيارات الجديدة ونفق الرياح، وكانت بتساعد في تطوير أجهزة القياس والتحكم. وفي 2022 شاركت في مشروع كبير عن مراقبة مياه المحطات وتدارسها باستخدام الأقمار الصناعية. النهاردة تهاني مديرة مكتب بتشتغل على 17 مشروع ضخم بيشتغلوا على مدار 20 سنة قدام، مشاريع كبيرة هتنطلق في 2025 و2030 و2040. وقالت إن شغلهم بيشمل تكنولوجيا جديدة في فيزياء الفضاء، خصوصاً مشروع لتلسكوب رومان الجديد اللي هيساعد العلماء يفهموا المادة المظلمة والنجوم أكتر. ورغم كل التحديات كانت الحياة بالنسبة ليها سلسلة من المواجهات، وفي البداية كانت اللغة أكبر تحدي، بس مع الوقت اتعلمت إزاي تتعامل مع ناسا والبيئة هناك. قالت إن الناس هناك بيحترموا رأيها وشغلها مهما كان شكلها أو لبسها. كانت دايماً بتفتخر بمصريتها وإسلامها، وبتحب تعرف الناس هناك على ثقافة بلدها. حتى في الحفلات بتحضرها بتجهز أكلات مصرية علشان الناس تعرف هي مين وتتعرف أكتر وأكتر. ده غير إنها بتروج للسياحة المصرية وبتزور مصر مرتين في السنة على الأقل، وأصحابها في ناسا بيحبوا مصر بسببها. شاركت في رحلات سياحية هناك مع جروب من الناس من أمريكا، وراحت للقاهرة والأهرامات وخان الخليلي والأقصر وأسوان وشرم الشيخ، وبتحكي عن مصر في كل مكان. أما عن رحلات ناسا للفضاء، قالت إن ناسا بتعمل رحلات محاكاة للفضاء على الأرض عشان الناس اللي هيسافروا للمريخ يتعلموا ويتأقلموا مع الحياة في الفضاء، بس لحد دلوقتي ما فيش رحلات حقيقية للمريخ. قصة تهاني بتؤكد إن بالإصرار والعزيمة الواحد يقدر يحقق حلمه مهما كانت التحديات، ويقدر يرفع اسم بلده في أكبر مؤسسة علمية في العالم. وده مش بس نجاح شخصي، ده فخر لكل المصريين.